السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا جاية النهاردة أسألكم سؤال بسيط جدا. لو حد قالك إن فاضل في حياتك 10 أيام بس، يا ترى هتعمل إيه؟ أكيد طبعا هتقعد تراجع نفسك، هتحاول تصلح كل حاجة، هتقرب من ربنا أكتر من أي وقت. طيب بقى تخيل إن العشر الأواخر من رمضان دول اللي احنا فيهم ممكن تكون هي أعظم 10 أيام في عمرك كله، ويمكن تكون سبب نجاتك يوم القيامة. كتير مننا داخل العشر الأواخر وهو تعبان ومقصر، يمكن حاسس إنه ضيع أول رمضان. بس الخبر الحلو بقى هنا إن ربنا فاتح باب كبير جدا في العشر الأواخر، باب ممكن يمسح لك كل اللي فات. السؤال بقى، إيه أعظم عبادة ممكن أنا أعملها في العشر الأواخر دول؟ ناس كتير هتقولك الصلاة، ناس كتير هتقولك القرآن، وناس تانية هتقولك الدعاء، وكل ده طبعا عظيم جدا. لكن الحقيقة إن أعظم عبادة بتجمع كل ده مع بعض هي قيام الليل. قيام الليل يا جماعة في العشر الأواخر مش عبادة عادية، ده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. كان لما بتدخل العشر الأواخر يشد المئزر، يوقظ أهله، يجتهد اجتهاد ما كانش بيعمله في باقي السنة. تخيل بقى إن نبي مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان بيجتهد بالشكل ده. طيب احنا بقى نعمل ايه؟ اللي كل واحد فينا مليان تقصير ومليان ذنوب. قيام الليل يا جماعة هو اللحظة اللي بتقف فيها بينك وبين ربنا، بين الملك، من غير حد، من غير صوت، من غير شواغل. الليل بيكون هادي، الناس كلها نايمة، وانت واقف بتقول يا رب. مين عالم، يمكن ركعتين بس يكونوا بصدق، يمكن دعوة واحدة تكون من قلبك تغير حياتك كلها. العشر الأواخر يا جماعة فيها ليلة واحدة، ليلة واحدة بس، لكنها خير من 1000 شهر. يعني عبادة ليلة واحدة فيها كأنك عبدت ربنا أكتر من 83 سنة. تخيل إن ركعتين في الليلة دي ممكن يكونوا سبب دخولك الجنة. دعوة واحدة بس ممكن تغير قدرك كله. علشان كده يا جماعة لازم يبقى عندنا خطة نجاة في العشر الأواخر دول. أول حاجة، حتى لو تعبان حاول تصلي ركعتين قيام ليل، مش لازم تصلي كتير، المهم انك تستمر عليهم. تاني حاجة، خلي لسانك دايما شغال بالاستغفار. الاستغفار يا جماعة بيفتح أبواب الرزق، بيمسح الذنوب، بيطهر القلوب. تالت حاجة، الدعاء في العشر الأواخر مختلف جدا، خصوصا في وقت السحر، الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزل نزول يليق بجلاله وقدره وعظمته. بيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. تخيل ربنا بيسألك وانت ساكت. قول كل حاجة في قلبك، احكي لربنا عن وجعك، عن حلمك، عن خوفك، عن ذنوبك، عن كل حاجة. رابع حاجة، القرآن، حتى لو صفحة واحدة بس، المهم ما تعديش ليلة من غير كلام ربنا. خامس حاجة، حاول تبعد عن أي حاجة تضيع وقتك، زي السوشيال ميديا، المسلسلات، الكلام الكتير. كل ده ممكن يضيع منك أعظم أيام في السنة. العشر الأواخر ممكن تكون فرصة أخيرة، محدش فينا ضامن يعيش لرمضان الجاي. يمكن رمضان ده يكون آخر رمضان في حياتنا، ويمكن يكون هو بداية حياة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. حاول تفكر كده كويس، يمكن ركعتين الليلة يكونوا سبب إن ربنا يغفر لك كل حاجة. يمكن دمعة واحدة في السجود تمسح لك سنين كتيرة من الذنوب. مفيش حد كامل يا جماعة، ومفيش حد ملاك، كلنا بنغلط، احنا بشر. لكن الفرق الحقيقي إن في ناس لما الباب بيتفتح بتدخل، وناس تانية للأسف يا عيني عليهم. العشر الأواخر ده باب مفتوح، فلو انت مقصر ارجع، لو انت بعيد قرب، لو انت تايه قول يا رب. ممكن الليلة دي تكون ليلة القدر، وممكن دعوة منك الليلة دي تغير حياتك كلها. اوعى تضيع العشر الأواخر، من عالم، يمكن تكون دي فرصة النجاة. شكرا جدا على حسن استماعكم. صلوا على من أمرتم بالصلاة عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم طيبين وبخير.